معانا في الاستديو الأخ عبد الرحمن والأخ أنس. هلا حياك الله. الله يحييك عمار. أيضا نرحب بالسيد أنس. حياك الله أستاذ أنس. هلا حياكم الله واهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام، وباذن الله تكون حلقه نافعه ونسال الله عز وجل يجعلها مباركه ان شاء الله. نعم. ونجدد الترحيب بكم أعزائنا المشاهدين. نذكر أنه يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة سلام الإعلامية. ندخل في موضوعنا لهذه الحلقة، وهو موضوع شيق، ويعني قد يكون أحد أهم المواضيع التي إن ما أهتم بها الشباب فإنه متأثر بها تأثيرا كبيرا، ألا وهي كيف ندير الضغوط في حياتنا كشباب، أو ما هي أهم الأمور التي التي تتعلق بالصحة النفسية المتعلقة بالشباب، الضغوط والصحة النفسية، ومع المقدمين الأفاضلين. طيب، في بداية خلينا يعني نعرف تعريفا عاما للضغوط النفسية وعلاقتها الضغوطات الحياة وعلاقتها بالصحة النفسية. ونسأل خلينا دائما أبدأ بعمار. خلينا المرة هذه أبدأ بأنس، وأقول لك أنس، كيف تعرف الضغوطات وما علاقتها بالصحة النفسية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين. طيب، الموضوع اعتقد انه يعني شيق جدا للمتابعين، كون انها يعني تقريبا فئة الشباب تمر بضغوطات، خلينا نقول يعني في مرحلة انتقالية في حياتها، فتمر بضغوطات كبيرة، إما من خلال عمل، إما من خلال يعني دراسة جامعية، إما من ضغوطات بسبب ظروف الحياة، من بلدان، من أوراق حكومية، من وإلى. فالضغوطات هذه تولد خيارين: إما أن تكون صحة نفسية عالية متوازنة، وإما أن تكون صحة نفسية منخفضة. معلش، ما هي الضغوطات؟ يعني كيف أعرف إن أنا قاعد أنضغط بالضبط؟ الضغوطات، خليني أقول لك عبد الرحمن، هي الأشياء اللي تجيك تبدأ تفقد السيطرة على الأشياء اللي حولك. بمعنى، أنا بعطيك أمثلة في هذا الموضوع. أنت إنسان دخلت مثلا سلك العمل، أنت ما أنت متعود على أنك أنت عندك مهام لمدة 8 ساعات مثلا متواصلة. أنت كنت في المرحلة السابقة إنسان مثلا جالس في البيت، شغلك الشاغل هو أنك تروح للمدرسة، تأخذ معك فطورك، ترجع الساعة 2، الوالدة مسوية غدا، وهكذا تمشي يومك. ما عندك مسؤولية. هل الضغوطات هي التزامات؟ يعني مو بالتزامات، إنما لا، هي الأقرب صراحة بين أنها هي التزامات صراحة. جميل. اي، لا اخفيك سرا يعني. بس انه انا ليش اتكلم لك في مرحله الشباب؟ لانه الشاب في هذه المرحله ياتي ترى بمرحله انتقاليه، لو تلاحظ نعم. عبد الرحمن. فيوم تيجي في مرحله انتقاليه تزيد عليه يدخل في عالم جديد. فهو الان يكون عايش حياه، ثم يدخل في حياه ثانيه، فينصدم. والان شوف انت الناس الكبار الان، مثلا لو جينا على سن ال 40 45 سنه، تلقاه من كثر ما يعني تمرس في ضغوطات الحياه، وتمرس في امور الصحه النفسيه، تلقاه يمر عليه يعني حدث بسيط. اذكر مره واحد من الاخوان الاعزاء على القلب، هو والله في مقام الاب في الحقيقه. فكان مرة في يعني إن شاء الله أني أتذكر الموقف. هو رجل كبير في السن، ويعني من الناس اللي خاضت يعني معارك كبيرة في حياتها من أمور صحة نفسية وإلى آخره. فجاء عنده جاء عند طبيب نفسي، كانت عنده مشكلة. المهم، فدخل عند طبيب نفسي، قال له والله يا أخي محتاج الأخ الفلاني هذا بين أنه يعني إيش يراعي ويحافظ على صحته النفسية. المهم التفت كذا الرجال، قال والله يا اخي هذول احنا نعلمهم كيف ندير حياتنا النفسيه. من خلال ايش؟ هو ما قاعد يتكلم من فراغ، من خلال سنين طويله جدا صارت مليئه
بالخبرة وكيفية التعامل مع ظروف الحياة والضغوطات والأمور والصحة النفسية. فأنا أرجع للسؤال السابق، الصحة النفسية خليني أقول لك هي المركز لجودة حياتك. جميل. الصحة النفسية ما دام الإنسان يتعامل معها بشكل صحيح ويعرف كيف يوازن بين صحته النفسية، هي مركز أو هي المصدر الرئيسي للتعامل في باقي الأمور في حياته. لأنه ما ممكن الإنسان تعرف يقول لك لا يمكن أن يرى الجمال بمزاج سيء. صحيح. وأنا أقول لك أيضا لا يمكن أن تحل المشاكل بصحة نفسية منخفضة. لابد أنك تتمرس مع الضغوطات، تتمرس مع صحتك النفسية، تكون أنت قادر بأنه يعني هو على قولتهم ما كل يوم للنشامة عيد. يعني مو كل يوم للإنسان سيكون، يعني الإنسان حتى لو كان رائعا لا يستطيع أن يكون رائع 24 ساعة يعني ولكن الإنسان يمر بحالات. ولكن الفن هنا بأنك أنت توزن بين أنك أنت في حالة غير مستقرة صح نفسيا، توزنها من الداخل. الثبات هو شيء داخلي. جميل. أي نعم. عمار، أكثر مكان يرتبط بالضغوط النفسية هو العمل عند الذين يعملون، وأيضا مكان الدراسة سواء كان مدرسة أو جامعة للذين يدرسون. حدثني عن الضغوط في هذين المكانين تحديدا. نعم جميل. ضغوطات العمل والدراسة. جميل. نعم. كشاب يعني خلينا نركز على موضوع الشباب. ضغوطات العمل والدراسة، طبعا نبدأ بضغوطات العمل. نعم. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. ضغوطات العمل هي دائما مرتبطة يعني بمسؤوليات. أغلب ضغوطات العمل اللي تجينا يجيك يا رب أسرة، يا أخ كبير في البيت يعيل أسرة، متزوج جديد معاه مسؤوليات، يكون يبغى مثلا عنده مهام أو عنده أهداف يوصل لها، هذا يسبب لها برضو من الناحية دي ضغوطات. عندك ضغوطات العمل مادية نفسية، في نفس دائرة العمل، الأصدقاء اللي في العمل، اجتماعية خلينا نقول. الاجتماعية. جميل. يمكن تلقى مدير الله يعافينا إياكم ما هو سيء الخلق، سيء التعامل، وسيء في كل شيء. ويمكن تدخل في عمل أنت مجبور أنك تشتغله بس إنه راتب ما يناسب. طيب خلينا نتخيل المشهد. أنا شاب أعمل في مكان، واجه ضغوطات من كذا مكان، ضغوطات مادية. كيف أتعامل مع الضغوطات المادية تحديدا؟ يعني كيف هل لابد أني أنا أعرف كيف أدير مالي؟ هل كيف خلينا نقول كيف أتطور في العمل من دون ما أشعر بالضغط؟ لأنه أنا وراي مسؤوليات، سواء كنت أنا متزوج أو أعزب. إذا أنا كنت أعزب أحتاج إني أنا أتزوج، فلا بد إني أنا أشتغل أكثر. هذه كلها ضغوطات. كيف أديرها؟ أتكلم عن الضغوطات المادية تحديدا. جميل. عندنا أولا تخطيط والتوكل على الله. أولا بتخطط أنت كيف تدير حياتك، وتخطط إيش بتسوي في الضغوطات هذه، تعرف كيف تتعامل مع الضغوطات اللي أنت عايش فيها. جميل. هذه لابد إنه كل شاب أصلا يعمل فيها. نحن كثير منا ما يعمل فيها صراحة، ما يخطط ولا يخطط، اللي يجي يصرف على يقول لك إيه خلاص عيش ومدري إيش اللي بكرة جاي ومدري إيش. فهذه ما تمشي. لكن التخطيط، تخطط على أهداف حياتك، أو تخطط في كل مجالاتك حرفيا، تنظم كل شيء والضغوطات بتقل وتخف، وتعرف كيف تتعامل أنت مع نفسك. ثانيا التوكل على الله. هذا أكبر أكبر شيء أو أكبر سبب يخليك تبعد عن الضغوطات دي كلها. يعني سبحان الله تلاقي ناس لا يعلم بحالها إلا الله، تلاقي هو مضغوط من العمل نفسه، عنده 70,000 شغلة، لكن بفضل إنه متوكل على الله تشوفه رايق. ناس كثيرة تحسده، ناس كثير تقول هذا كيف عايش، هذا مرتاح، هذا لكن ما خلفه الله هو الوحيد العالم فيه. فدائما نقول أنا التوكل على الله هو مفتاح جميع أبواب الحياة، أو مفتاح جميع أبواب التعايش في هذه الحياة. جميل. طيب بالنسبة للدراسة، الدراسة كيف أدير ضغط الدراسة؟ والله شوف الدراسة خاص عالم لا ينتهي. يقول لك طبعا اللي يدخل في عالم من العمل يشوف ان ضغط الدراسة دلع،
هل تتفق مع هذا المقولة ما أم أتفق. في ضغوطات في ما الدراسة؟ اتفق نهائيا. الدراسه لها ضغوطاتها والعمل لها ضغوطاتها. يعني جميل. اللي يشتغل عنده ضغوطات خاصه، واللي يدرس برضه عنده ضغوطات خاصه. انت ما تدري هو ايش يواجه في الجامعه، ما تدري ايش يواجه في صعوبات في الجامعه. يعني ما نقول انه الجامعه دائما طريقها كله مفروش بالورود. إيه. في في صعوبات في في صعوبات الى ان تنتهي من الدراسه. كيف طب الشاب يدير هاي الضغوطات؟ وبالاجتهاد، بالمذاكره الكثيره، مم. بال تخطيط ممكن. هو التخطيط. بس انا قاعد اقول لك يعني ما وراء. يعني عندك الاجتهاد في الدراسه، تحاول بكل الطرق. يعني حتى لو ما فهمت، في بعض الاحيان يكون جانب اللغه عائق، خاصه في كثير من الدول جميل. الخارجه او غير اللغه اللي انت تتكلم فيها. بتكون العائق الاول هو اللغه والناس، المجتمع اللي انت عايش معهم. جميل. بتواجه صعوبات كثيره، لكن احنا نقول اول شيء تجتهد، تدرس قد ما تقدر، تتعلم مهارات جديدة، تتعلم أشياء تفيدك وتعينك على الدراسة، تقرأ كتب خاصة بالمجال اللي أنت فيه، تتعلم كثير، تسأل المدرسين أو الدكاترة اللي عندك، وراح تنجز كثير وراح تستفيد كثير وتتعلم أكثر. جميل. نعم. الله يجزاك خير. طيب لو يعني حاولنا نفصل ونكسر مفهوم الضغوطات النفسية، هل هو يوجد علامات إذا أنا شفتها أعرف إني تحت ضغط يا أنس؟ طيب والله شوف، الضغط عمره ما يأتي فجأة. يعني ما ممكن انه انت تنام سليم تقوم شو اسمه، يعني انسان مليء بالضغط. إيه. يعني هو شيء ليس وليد لحظة، حلو. انما شيء قاعد يعبيك. جميل. والمشكلة خلينا نتكلم هنا من جانب صحي، بأنك أنت يوم تبدأ تكتشف هذه العلامات في نفسك تهملها. بمعنى أنه في أشياء كذا بدائية تشعر بأنك أنت يعني صحتك يعني ما هي مضبوطة، فغالبا العالم أول ما تشعر بهذه الأشياء تتجاهلها، فتبدأ تعبي 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 تراكمات؟ تعبي إيه، لا مو بالتراكمات. أنا أتكلم مثلا عن موضوع الشغف. خلينا نتكلم انك انت لاحظت انك انت مثلا قاعد تسوي اشياء، وانت مثلا في بعض الناس واحده من يعني شغفها مثلا او متنفسه كره القدم، فتجد احيانا يعني كان يهرب الى كره القدم من اجل انه يعني متنفس له، فهمت علي؟ فصار ما يحضر، فالشغف هذا قل شوي في هذا الموضوع. جميل. فهو يعمل نفسه يعتقد بانه يعني الموضوع هذا بسيط، وانما هو قاعد يتراكم في نفسك الى ما تلاحظ انه ايش، الصحه النفسيه بدات تنهار. ومن ضمن الامور الثانيه مثلا، يعني خلينا نختصر العلامة الأولى أن نقول تسويف على يعني الانتباه لعلامات الضغط. النقطه الاولى هو فقدان الشغف في الامور، فقدان الشغف. اي، ولكن المشكله اللي انا اطرحها بانه هناك مشكله، يعني انت قاعد تهمل ليس فقط صحتك النفسيه، نعم، انما قاعد تهمل امور اخرى ثانيه. انت الان البعض او الاكثر عندما يمر مثلا بهذه في البدايه اتكلم عنها، يعني كاي مرض. الان تلاقي بعض الناس مثلا عندها عافانا الله واياك مثلا ورم في اي مكان معين في جسمه. جميل. يوم يروح عند الدكتور يبدا يعالج، يقول له يا اخي انت ترى جاي متاخر. يقول له انت مفروض من اول ما شعرت بالالم الاول جيتني. حلو. فهنا الاهمال في متابعه نفسك. جميل. النقطه الثانيه سرعه الغضب. لاحظ ان في ناس من كثر يعني انت الان من كثر ما انه يدخل في الضغط اللي عنده يصير مولد عالي جدا ترى للانفجار. يقول انا فولتي عالي وانتبه مني هذا بسبب انه هو ما هو قادر يدير الضغط اللي جاه. حلو. فتلقاه سريع جدا في هل هذا يدخل في يعني في بعض الاشخاص يقول لك يا اخي انا يعني انسان انفعالي، هل كل شخص انفعالي او يعني صاحب ردات فعل سريعه هل يعتبر انه هو مضغوط ومو قادر يدير ضغوطات حياته، ام يوجد فيها تفصيل؟ لان هذه
والله شوف، في ناس ولدت يعني ما شاء الله تبارك الرحمن هي اصلا عاليه جدا، يعني حاره بما فيه الكفايه. ايه. انا لا اتكلم عن هذا، انا اتكلم عن الانسان الطبيعي، مم. ولكن وجد نفسه بدأ ردات فعله صارت سريعة، مم. ردات فعله صار يعني كأنه نار كذا، أي واحد يستطيع أنه يولعه. أيه. أنا أتكلم عن هذه النوعية. جميل. أيضا عندك أمر ثاني اللي هو التشتت. اوه ما ادراك من التشتت. أيوه هذا مرض العصر هذا يعني. هذا طول العمر، يعني أنت الذهن هذا فيه غير صافي نهائيا، متشتت، عندك 20,000 شغلة جوا راسك، فانت ما انت قادر تحل هذه ولا هذه، وتتلخبط عليك الامور، تلقى العمل داخل في الدراسه والدراسه داخله في مدري ايش، فالامور كلها داخله في بعضها. مم. هذه خليني اقول لك ابرز الامور. حلو. ولكن المهم هنا هو الاستدراك قبل فوات الاوان. الانسان يوم يشعر بهذه الامور بدات تتزايد عنده شيئا فشيء، ايه وقف. جميل. نقطة يعني العلاج أنا ممكن ارجع لك فيها، لكن انا يهمني الان انت ذكرت موضوع اولا فقدان الشغف، ثانيا تشتت. لا التشتت كانت ثالثة. نعم. اللي هي الثانية اللهم صل على محمد، سرعة الغضب. نعم. وسرعة ردة الفعل الغير طبيعية، وثانيا التشتت. نعم. وانا صراحة اعجبتني هذا الاخير، لان هذا انا اعتقد انه اكثر الناس او اكثر الشباب الان واقع فيه بسبب يعني المغريات. هل يوجد علامة رابعة في هذا السياق، ولا غالبا يعني لا تخرج علامات الضغوطات عن هذه؟ والله يا اخي في وحده ممكن اضيفها، بانك انت يعني احيانا تبدا تقوم بالمهام بالاجبار، يعني انت تبدا تنفذ المهام اللي عليك مجبرا، إيه؟ وليس مستمتعا. جميل. يعني هذه اشعر انا كانها يعني جزء من، يعني هي تحت بند الشغف. يعني الشغف يموت، انت خلاص يعني انت صاير عندك روتين معين، قاعد يعني تؤدي اللي عليك بلا ايش اسمه، بلا استمتاع. وانا وصلت والله الى قاعده جميله جدا. جميل. يا اخي من اجل الراحه النفسيه استمتع بكل شيء امامك الان. خلاص انت داخل المعركه، استمتع بالمعركه. انت داخل الضغط، والله صدقني انا يعني واكلمك من تجربه. انت الان داخل في ورطه، خلاص عندك حد ما عندك، استمتع خلاص. عندك اختبار مثلا، رايح الاختبار، الضغط اللي كان يقول لك يا عمار قبل شيء في موضوع الجامعه والضغط النفسي، أيه. عندك استمتع خلاص، استمتع انت بكل خطوه طالع فيها من البيت الى المواصلات الى الجامعه الى الرجعه، استمتع بكل خطوه، تلقى انه الضغط النفسي هدأ. استمتع بكل مرحله. جميل. انت الان في ورطه، في مصيبه حلو. تمر بك في اي مكان، اوراق حكوميه، فلوس، ايجارات، فواتير، اي حاجه قدامك، تذاكر طيران ايضا، كل حاجه قدامك. جميل. انت استمتع خلاص، استمتع بالموجود. ولكن مشكله الناس خلاص، يعني هي انا اعيد هذا الموضوع الى انه هو يعني كانه عاش مثلا في ليفل معين. اذا لم يتم هذا الامر خلاص عبوسا قمطريرا والدنيا قالبه في وجهه ومدري ايش. استمتع بكل شيء. جميل. الحياه جميله. الله أكبر. والله الحياه جميله، ولكن استمتع انت بكل شيء، استمتع بظرفك. خلاص انت عايش معه. حلو. اصنع لهذا الظرف شيئا يونسك فيه، بمعنى انك انت والله عايش مثلا وعندك ايجار، تعرف بيدق عليك نهايه الشهر وما ادري ايش ما في، خلاص انت عايش مع انه الله عز وجل ما في، ارضى. جميل. تعايش مع الموضوع، اصنع لهذا الموضوع ابتسامه. جميل. جميل. في هاجس يا عمار، شكرا جزيلا انس. في هاجس يا عمار يواجه الكثير من الشباب في هذا العصر، الا وهو يقول لك يا اخي انا احس يعني ما عندي وقت كافي، زمن ما في، الوقت يا اخي انا مضغوط يا اخي انا. هل الوقت فعلا يعني هي 24 ساعه كانت موجوده منذ ان خلق الله البشريه الى الان؟ هل الوقت يعني او ضغوطات الوقت هي عباره عن وهم، ام في هذا الزمن اصبحت المشتتات كثيره، فبالتالي اصبحنا نشعر ان الوقت ضيق؟ ما علاقه الوقت بالضغوطات التي نمر بها؟ جميل جدا. الوقت والله زي ما هو، نحن اشغلتنا الحياه والمشتتات والاشياء.
طيب هذا الشعور الذي ينبني عندك انه يا اخي انه ما في وقت. لان عندك اشياء كثيره تلهيك عن الاشياء اللي انت ماشي فيها او الهدف اللي انت ماشي فيه. الحياه بصفه اليوم يومك الكامل احنا نمسك الجوال ما ندري عن اي شيء. تعدي ساعه ساعتين فجاه تلاقي نفسك وصلت لصلاه العصر صلاه المغرب، تيجي فجاه تقول يوه الوقت يجري. مخك اللي قاعد يجري مش الوقت. يعني ايش فاهم؟ فزي كذا هو المشكله هنا احنا قاعدين نبرمج نفسنا على الجوالات والاشياء ذي ما نحس بالوقت. حلو. لكن تعال مثلا في الاماكن اللي تقل فيها الملهيات، روح للاماكن اللي تقل فيها التكنولوجيا والاشياء هذه، فبتلاقي ان الوقت ماشي معك طبيعي. بتحس انه الوقت هذا تقدر تستغلها من يوم ما تصحى إذا ما ترجع تنام، تنجز تخلص أمورك وتقفل كل شيء. ثانيا الوقت هذا والوقت نحن نتحكم في الوقت مش الوقت يتحكم فينا. حلو. هذا الوقت وقتك وأنت اللي تتحكم فيه. ويقول صلى الله عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بوركت لأمتي بورك لأمتي في بكورها. خلاص أنت نام بدري في الليل، اصحى بدري، حتلقى بركة اليوم، حتلقى بركة في كل دقيقة من وقتك. احنا تستفيد منه. الليل نهار والنهار ليل عند بعض الشباب. بالضبط. الليل يصحى لك الليل ويكمل، يجيك الصباح ينام ويجي يقول لك ما في وقت. بالضبط. هذا هو جميل. هذه هي المشكلة. فاهم؟ جميل. يعني خلاصة الكلام انه احنا نعيش في زمن الملهيات اصبحت فيه تشعر الانسان انه ترى والله ما في وقت، ترى الضغوطات كثيرة عليك. إيه. بينما هو الوقت هو وقت نفسه. نفس الوقت، ما نفس تغير. العالم، نفس الزمن يتغير صح، العالم يتغير والدنيا قاعدة تتطور أكثر وأكثر، بس التطورات هذه اللي قاعد تدخل علينا نحن ما قاعد نحس فيها إنها هي قاعد تأثر على حياتنا وعلى كل أوقاتنا. فهذا هو. جميل جميل جميل. الله يسعدك يا عمار. طيب خلينا أرجع عند أنس، وخلينا نتكلم عن جانب كبير جدا من مسألة الضغوطات النفسية. دائما القلوب أو الإنسان يا أخي معلق بالنتائج، وتسمع يقول لك يا أخي النتائج على الله وأنت أفعل الأسباب. خلينا أقول لك يا أبو صقر، هل موضوع النتائج والهوس بالنتائج هل له علاقة بالضغوطات النفسية؟ والله شوف، في الحقيقة هذا الموضوع يعني موضوع جدا جدا كبير، ولكن الإنسان في موضوع النتائج يعود إلى ما قدم. بمعنى أنك أنت إذا قدمت الشيء المناسب وقدمت الأمور الكبيرة، يعني الآن افتراضا أنا أتكلم على الطالب الذي يدخل مثلا الاختبار مذاكر ومخلص أموره ومدري إيش وإلى آخره، فدخل الاختبار وحل، بعدين يوم طلع هو الآن متردد خايف، هل بنجح هل ما بنجح؟ أنا والله يا أخي ذاكرت جلست للمادة هذه 35 يوم 20 يوم أدري إيش إلى آخره، فأنا خايف هل برسب ما برسب وإلى آخره. هذه الأمور أنت فعلت أسباب النجاح، ثم الباقي على الله عز وجل. إيه. يعني الله عز وجل يقول لك إيش؟ في أسباب أنت ممكن تسويها والباقي هو على الله عز وجل. فأنت في أمور اتخذتها سويتها، بناء عليه أنت قاعد تنتظر النتائج. إذا أنت بدايتك كانت صحيحة بأنك أنت وضعت كل شيء في مكانه، إيه. خلاص أنت أرضى. هو الموضوع كله يدور حول الرضا. جميل. فأنك أنت الله عز وجل شوف على موضوع الأسباب وعلى موضوع والله يا أخي إن الله عز وجل يعني كريم فوق ما نتصور. بأن الله عز وجل ترى يتابع كل شيء، ويعلم أنت تعبت قد إيش في هذا الموضوع، ويعلم قد إيش يعني أنت سهرت الليالي في موضوع معين من أجل أن يكون الناتج فيه عالي و و و و و فأنا في منظوري صراحة أعتقد أن المردود للناس اللي يعني للناس اللي تعبت في شيء معين وتنتظر ناتج كبير جدا، أنا أعتقد بأن إذا كان المجهود جدا عالي فالله عز وجل لا يخيب ظن أحد. ولكن الناس اللي
ما فعلت شيء، ثم تنتظر ناتج كبير جدا، ثم اذا ما جاء الناتج الكبير قال لك والله يا اخي ابتليت ودخلت في دوامه نفسيه. انت ايش فعلت يعني؟ انت ايش متوقع يعني؟ معليش يعني. انت ما سويت شيء من اجل انك تحصل ناتج كبير جدا. انت جالس كذا يعني. توكل على الله يعني امر جميل، ونحن يعني نعين ونستعين بهذا الموضوع، ولكن ما ممكن انا خلاص كله على الله كله على الله. جميل، ولكن إيه. الله جميل يعني افعل شيء سبب. جميل. فهمت؟ نعم. فالناتج يكون المردود فيه على حسب انت ما ايش اللي سويته. ايه. فاذا كان بدايتك بدايه جديه فالله عز وجل لا يضيع احد، ولكن اذا كانت بدايتك يعني غير جديه، وانك ما سويت شيء ومنتظر كذا يعني الهام الهي، الا ان يعني والله العظيم. ايه. فنسال الله عز وجل التيسير يعني للجميع. اللهم امين. طيب عمار، حدثني عن العلاج. يقول لك لا تجيب لي المشكله من دون حل. يعني ايش؟ حاول انك تربط دائما المشاكل بالحلول. هل يوجد ادوات يعني عمليه للحفاظ على الصحه النفسيه؟ خلينا نتكلم بشكل واقعي. يعني انا ابحرنا واسهبنا كثيرا في موضوع الضغوطات والصحه النفسيه. طيب يعني اولا ايش اسوي؟ كيف ادير ضغوطات حياتي؟ نعم جميل. عندنا اولا الاذكار. الله اكبر. أفكارك لا تنساها دائما، خلي زي ما يقولون خلي ذكر الله دائم على لسانك. فهي من الأشياء اللي تهدي الروح، تهدي النفس. الصلاة على النبي، الوتر في الليل. يا أخي افرش سجادتك وارفع كل حاجاتك لرب العالمين، لرب الحاجات. فهو اللي بيمشي لك كل أمورك. فالناس صارت تنضغط في الدنيا ذي، تجمع كل هموم الدنيا فوق راسها، وناسي ان عندها رب يعطيها كل اللي تبغاه. الله. افرش سجادتك في الليل لوحدك بعيد عن كل الناس، وربنا بيقضي لك كل حاجاتك. جميل. ثانيا تعامل مع المشاكل هذه او الضغوطات كأنها فترة مؤقتة وبتمشي تعدي. خذ هذه على انها مغامرة جديدة، لا تأخذها بمحمل الجد وخلاص الحياة تنتهي. ما لو الحياة بتنتهي ما حد كان عايش على وجه الأرض. لو كذا أحد كل واحد حط المنوال على هذا الأساس، فما في أحد على وجه الأرض ذا بيكون عايش. كلنا بنموت وكلنا بنروح بسبب الصحة النفسية المدمرة. لكن نحن نقول تعايش معها، توكل على الله، اذكر الله كثيرا، صلي في الليل، لا تهمل صلتك ما بينك وبين الله. خلي الصلة هذه دائما مرتبطة. نحن دائما ندور حلول خارجة، والحلول كلها في ديننا الإسلامي. الله أكبر. كل الحلول عندنا في قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا وورانا الطريق للصحة النفسية السليمة. ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدى على كثير من المصائب. يعني لو نيجي على كلنا مضغوطين، توفوا عياله، ما بقى أحد، زوجته توفت، أقرب أصدقاء، أقرب اللي هو عمه، أقرب إلى قلبه، توفى عمه، وعاش الدنيا هذه وهو يبتسم، وهو لسه فيه البهجة والسرور في وجهه. الله. فنحن دائما نقول نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الصحة النفسية. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة أخرى نتعلم فيها كل شيء. فزي ما قلنا هذه هي الخطوات اللي بإذن الله جميل نتوكل فيها. وزي ما قلنا المشاكل هذه فترات بتعدي، ما في أحد بيبقى على نفس الحال. كل إنسان حاله بيتغير بإذن الواحد الأحد. جميل جميل. وأنا أتحدث مع عمار، يعني أنا تبادل لذهني موضوع مهم جدا. الإنسان بطبيعته يتعرض لضغوطات اجتماعية، فمنها ما يكون ضغوطات صحية، ومنها ما يكون ضغوطات سامة. أولا خلينا نعرف ما هي الضغوطات السامة. ثانيا هل نستطيع أن نفرق ما بين العلاقات السامة والعلاقات الصحية؟ يا سلام والله. شوف، العلاقات السامة استغني. نعم، أنا والله وصلت إلى قناعة
اي علاقه سامه امامي استغني عنها، كان من يكن، كان من يكن. يعني ان لم تكن يعني اينما. كيف ما هي العلاقه السامه؟ والله يا اخي العلاقات السامه العلاقات التي تعكر مزاج الانسان، بمعنى انك انت الان العلاقات السامه، خليني انا ابعد موضوع او خليني اقول لك، خليني اتكلم على صعيد الصداقه. حلو. صديق وقت الضيق. جميل. الصديق طول العمر ان لم يكن العلاقه فيه علاقه صحيحه، علاقه مقويه، علاقه تعينني الى تقرب الى الله عز وجل، علاقه تفيدني، علاقه يعني تنفعني مثلا علميا دنيويا مشاعريا والى اخره. هذه انا ممكن الخص لك اياها بهذه علاقه صحيه، خلينا نقول لك. العلاقات السامه علاقات مليئه بالمشاكل النفسيه، مليئه بالتخاذل، مليئه بعدم وجود هذه العلاقه في الاوقات الصحيحه. الحل معها الاستغناء. والله يا جماعه، والله العظيم الموضوع ده يحتاج الى قوه قلب. حلو. استغني. والله لا مجال صراحه، يعني روتين الحياه سريع، والحياه يعني هي 70-60 سنه، يعني اعمار امتي ما بين 60 و 70. لا مجال لي، يعني انا اتكلم كأنس، لا مجال عندي لي، يعني انا عندي مصطلح بس اني ما اقول يعني. طيب لا مجال عندي دقيقه بس. هل الاستغناء سهل؟ يعني خليني اقول لك مثلا يا اخي، والله بعض الاحيان الكلام سهل، ان انت ممكن تستغني عن علاقه سامه عابره، لكن في بعض العلاقات السامه هي انت مجبر بها. يعني قد يكون بعض الاحيان تكون العلاقه السامه مع، نسال الله السلامه والعافيه، مع الاهل، مع صديق مقرب، مع شخص ساكن معك في المنزل، مع مديرك، مع موظف عندك، يعني في علاقات لا تستطيع ان تفك عنها. كيف تتعامل مع هذه العلاقات السامه؟ هنا تتجه لقول الله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. كيف تهجرهم هجرا جميلا؟ انت يعني هل تترك مثلا، انت مثلا عندك ضغوطات علاقات تامه في المنزل، تترك المنزل؟ لا بالعكس. كيف؟ الان الفرق بين الهجر الجميل والهجر القبيح. نعم. الهجر الجميل انا اختصر لك اياه، بمعنى انا اكون معك متواجد في اوقات حزنك واوقات فرحك. حلو. واوقات متى تحتاج اني انا مساعده انا موجود. واتمنى لك الخير من كل قلبي، وادعي لك، ونسال الله ان ييسر لك. حلو. والله على قولة اللبنانيين: الله يسعده ويبعده. جميل. فهو يكون في زاويه كذا، في اطار في حياتي، وانا في اطار في حياتي. انا متمني لك الخير، في حزنك انا معك، في فرحك انا معك، في اذا احتجت الى ضائق وانا كان متيسر للامر ساقف معك. انت في الاخير مهما بيني وبينك مشاكل، ولكن في الاخير انت اخي، يعني مسلم، حتى لو كان بيني وبينك صلة قرابة، حتى لو كانت بيني وبينك اي شيء، انا اتمنى لك الخير. ولكن هذا ما يقال له الهجران الجميل. ألخصها بأنه أنت خلاص، يعني أنت عندك حدود معي، أنا عندي أشياء أقف معك فيها، أكون معك في الأمور العصيبة جدا، ولكن ما أنت يعني لن تقترب أكثر. أنا بيني وبينك حد، خلاص هذا الهجران الجميل. حلو. بل أنا يوم إني أنا أقول لك في الاستغناء، إذا كانت العلاقة يعني ما هي، أنا في وجهة نظري أشوف أن الهجران الجميل يعود يعني للناس اللي أنت تربطك بينك وبينهم يعني التزامات، اي دم والتزامات وامور انت ما يمديك تستغني عنها. هنا استخدم الهجر الجميل، اما ما دون ذلك استغني يا اخي، والله استغني. انما ما كان قال الشاعر يا اخي، قال لك: ففي الناس ابدال وفي الترك راحه يا اخي. اي ففي الناس ابدال، يعني انا كانس مثلا اتكلم، اذا ذهبت عن حياتك يعني ما في بدل اخر، لا في بدل كثير، وفي انس بيان، وانس يعني اي كثير جدا. ولكن انت السؤال هنا، أنت كإنسان لابد أنك أنت تحدد ماذا أنت، إيش العلاقة اللي أنت الآن. أنا يوم أجي أدخل في علاقات مع الناس، مع أب، مع أم، مع زوجة، مع أخ، مع أخت، مع صديق، أنت لابد أنك تكون ملاذ آمن. ترى الناس تحب الأمان. الناس الآن يقول لك تهوين المصيبة على الإنسان يدخل في إيش؟ يدخل في جبر الخواطر، تهوين المصيبة. جميل. والناس تحب الأمان، تحب أنك أنت تكون ركن آمن لهم، ملجأ بعد الله عز وجل،
يا اخي امان، تكون ايضا يعني امين، حتى وانت يوم يخاطبوك الناس تتكلم معهم يشعرون بانه هم الان يكلمون انسانا امينا، مرجع، قد يوجد الى حلول. وبعض الناس ترى، في بعض من صفات الناس عندما تجد شخص امين احيانا ترى تتكلم معه مو من اجل ايجاد حل، انما يعني من باب انه قد يجد للشخص هذا متنفس امامه، ولكن قد يكون الحل ترى موجود في كلام المتحدث، ولكن من باب انه انا اشاركك الاحزان، من باب اني انا اشارك، ولا بد الانسان يكون له متنفس. حلو. فيعني سلام على الدنيا ان لم يكن بها والله، صديق صدوق صادق الوعد مخلص، اي والله. فانت الان من تحدد، انت علاقه سامه ام علاقه مدري او علاقه صحيه؟ العلاقه الصحيه تمسك بها، العلاقات الصحيحه والعلاقات الطيبه واللي تقربك الله عز وجل والى اخره تمسك بها. اما العلاقات السامه ان لم تكن من يعني اللي يربط معهم شيء، استغني يا اخي، استغني والله، استغني. وانا يعني اكون يعني مع الصفوف الاولى للناس اللي تستغني، بس هي تحتاج الى قوه قلب. استغني يا اخي والله العظيم، ففي الناس والله لكل انسان يعني ترى وراه وغيرها الكثير كثير، والدنيا والله لن تقف على احد الله. ومستمره. ولكن وانت في طريقك في استمرارك في الحياه هذا، الناس الصحيحه او الناس الطيبه او العلاقات الطيبه اللي هي موجوده معك، لا تستغني عنها، هذه امسكها تفيدك. ولكن اي دون ذلك يا اخي الحياه قصيره يعني، فانا ما فاضيين احنا نقعد تعكر لنا طبطب على فلان اي وتسلك لا، انا فلان ما فاضيين احنا، امشي قدام يا تواصل معي يا راح يعني. على الحلقة هذه خلينا نسميها ايش؟ حلقة يعني التنفيس او الفضفضة، او يعني التفريغ عن الضغوطات اللي الناس عايشين فيها، خصوصا الشباب ويعني حياتهم والضغوطات التي يمرون بها. اشكر لك اخي انس، اشكر لك اخي عمار. انس كان عندك انت مداخلة؟ والله يا اخي انا ابغى اقول كلام مهم جدا. يعني من ضمن الحلول في خطوات الاستقرار هو الخروج عن الدراما اليوميه. في ناس عندهم خليني انا احطها تحت ليفل او تحت مسمى العشم. في ناس عندهم دراما يوميه يعيشونها، سقف التوقعات عنده عالي جدا على جميع الاصعده. فيتوقع مثلا بانه من الانسان اللي امامه يعطيه مثلا دبل اللي هو مفكره، يتوقع انه يحصل شيء معين، فهو يعيش في دراما يوميه متوقع انه يعني يرفع سقف التوقعات. ايوه. وهذا الشيء ناتج تحت موضوع العشم. الناس دائما تتعشم في فلان وفي علان، ويتوقع هذا سيعطيه وهذا سيرد عليه وهذا وهذا وهذا، ثم يتفاجأ. اي ثم يتفاجأ. فلذلك دائما انا اقول دائما في العلاقات لا تميل كل، شوف انا بمثل لك اياها بدي، لا تميل كل الميل. بمعنى انت لا تكون ساند على الجهه هذه. ليش؟ في حال انه هو يوم ترك انت ما تسقط. جميل. ولكن انت يوم تكون واقف ولكن ماد يدك للعلاقه هذه، في حال راح تسحب يدك نفس مكانها. ولكن انت يوم تميل بجسمك كامل، اذا طحت انت معه. الله. فلا، فالتوازن امر مهم جدا، والخروج من الدراما اليوميه امر جدا مهم. وقبل هذا كله احنا طبعا عشان عمار بس تكلم في الجوانب الدعويه والجوانب الارشاديه الدينيه. نعم. فانا تكلمت من الجوانب الاخرى، ولكن يعني الحل الطويل او الحل يعني المهم في هذا كله هو قول الله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. معيشه ضنكا تدخل تحت الصحه النفسية السيئة. فلذلك الإنسان البعيد من الله عز وجل لا شك أنه سيعيش، أن الله عز وجل يعني ذكر هذه الآية بصورة واضحة جدا: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولكن الناس القريبة من الله عز وجل، من تحافظ على وردها، من تحافظ على صلواتها، من تحافظ على أذكارها وذكر الله عز وجل، تلقى دائما بأن نفسيتهم جدا عالية، بل هم يكونون شعلة لهؤلاء الناس المنطفئين. الله يا رب ان شاء الله يجعلنا واياكم يعني بعيدين عن الضغوطات. والله يا اخي نتمنى، ولكن الضغوطات هي اسلوب حياه. ولكن اسال الله عز وجل ان يرزق الجميع كيفيه التعامل مع الضغوطات. نعم. الله يوفقنا وياكم. شكرا جزيلا اخي عمار. عفوا جزيلا. شكرا جزيلا. هلا حياك الناس، والشكر ايضا موصول لكم اعزائنا المشاهدين. وتذكروا دائما ان الضغوطات هي عباره عن مطالبات، والمطالبات هي امور موجودة في حياتنا اليومية، إن لم نتعامل معها بشكل جيد فسوف تفسد
حياتنا ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكبر من واجه ضغوطات في هذه الحياة ولد يتيما وعاش يعني وهوجر من مكانه وحورب من بين أهله وجماعته ومن ثم انتصر في النهاية. لماذا؟ لأنه كان قلبه متعلق بالله عز وجل. وبالتالي لنا في رسول الله قدوة حسنة أكبر من أدار ضغوطات حياته. مشاهدينا الكرام، الحديث في هذا الموضوع ماتع وشيق، لعلنا نكمل الحديث إن شاء الله في حلقات قادمة، ولكن إلى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. لله نعمل والقرآن منهجنا، به نسود كما أجدادنا سادوا.